نحن اليوم في ختام فعاليات مهرجان ينابيع الشهادة الذي استمر لثلاثة أيام متواصلة من العروض المسرحية المباشرة للقضية الحسينية. هذه الدورة كانت بمشاركة الكثير من الفرق المسرحية من محافظاتنا العزيزة، وأيضا قدمت في هذا المهرجان المعرض التشكيلي وكذلك إصدارات لنقابة الفنانين عن مهرجان ينابيع الشهادة لمؤلفها الأستاذ زهير المطيري. حقيقة دائبت نقابة الفنانين على إقامة هذا المهرجان طيلة هذه الفترة والسنوات الماضية منذ عام 2012 وحتى وصل إلى الدورة العاشرة، وقد كان للحضور الجماهيري في هذا المهرجان حضور وافر وجميل. مهرجان ينابيع الشهادة بدورته العاشرة مهرجان فاعل ومؤثر لأنه ينطلق من القضية الحسينية ويجمع المحافظات بمناخ فني مميز. شاهدنا عروض مسرحية اقتربت وابتعدت من القضية لكنها اجتمعت على الخطاب الإبداعي في الوصول إلى مسافة جمالية تفاعل معها الجمهور. أنا شخصيا عايشت وجايلت هذه الدورات العشرة منذ التأسيس إلى هذه الدورة. ما يميز هذه الدورة هو تعدد الأمكنة أولا، وتعدد وتنوع العروض المسرحية بأساليب جديدة. هذا هو بمعنى أنا دائما أقول مع تراكم الكم يظهر كيف جديد. بالتالي من خلال هاي العشر دورات تعرف وانتبه المخرج إلى نوع جديد في المعالجة، فليس هنالك معالجة مباشرة كأنها استعادة للتاريخ ولا الدخول في التلغيز، إنما الاقتراب بالمعالجة الجمالية التي يتفاعل معها الجمهور. وقد حصلت مسرحية صراط على المركز الأول بتصويت الحكام لهذا العام، وقد أوصى الحكام بتوصيات كثيرة وأهمها في مجال النصوص. حقيقة شاهدنا خلال هذه الفترة مجموعة من العروض المسرحية التي كانت ثيمتها الأساسية هي ثورة الإمام الحسيني وأفكاره. وحقيقة الأمر أن هذه العروض لم تصل إلى هذا المستوى لولا حرص المنظمين وحرص القائمين على هذه العروض بأن يظهروها إلى الجمهور الذي هو متعطش لمثل هذه القضايا التي تمس وجدان الإنسانية قبل أن تمس وجدان الشعب العراقي. هدف الأسمى من هذا المهرجان هو إيصال مبادئ القضية الحسينية عن طريق المسرح الجاد. جاءت فرقة أفكار التابعة إلى هيئة أمير حسين من بغداد الحبيبة بغداد السلام إلى حلة الثقافة والجمال والفن والإرث لنقدم مسرحية افتراض مجانين، تأليف الكاتب المبدع نعيم خلف ومن إخراج علي مجيد وتمثيل نخبة من الشباب الواعي الذين يمتلكون وعيا جماليا علميا معرفيا مصقولا بالمواهب. قدمنا هذا اليوم عرض مسرحية افتراض مجانين، وأعتقد أن هذا العرض كان يلاقح مناهج مسرحية متعددة، منها مسرح ما بعد الحداثة، ومنها مسرح الكيروغراف، ومنها مسرح الإيغروتكس، ومنها مسرح الواقعي. نعم، امتزجت هذه الآليات أو هذه الأساليب في عمل واحد، وإن شاء الله هذا العمل ينال إحسان الجمهور. طبعا نعزي الأمة الإسلامية باستشهاد سيد الشهداء. شكرا إلى محافظة بابل، شكرا إلى إدارة مهرجان ينابيع الشهادة بدورته العاشرة، شكرا إلى كل المحافظات اللي مشاركة في محافظة بابل. كما شاهدتم اليوم افتراض مجانين، عمل من تأليف الكاتب الأستاذ نعيم خلف وإخراج الدكتور علي مجيد. افتراض مجانين قصة تحاكي لنفترض من قام في العملية. كما شاهدتم العرض يحاكي القضية الحسينية في الأداء الجماعي، قضية بحتة جدا. شكرا للشباب اللي شاركوا ويانا بالعمل، شكرا إلى الإعلام، شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا. لوكالة SFH الثقافية، سجاد الياسري، محافظة بابل.